السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، سؤال النهاردة كان من إحدى الأمهات ابنها بيقدم في الحضانة. قالت لي يا ريت تقول لنا التطعيمات اللي هتبقى مهمة ليه عشان نحافظ عليه في الفترة مع بداية أول تعرضه لخروج للمدارس وللأطفال وهكذا. بالنسبة للموضوع ده من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، والتحضير لبداية الدراسة بالذات السنة الأولانية لأنها سنة صعبة على كل الأطفال. بيبقى غالبا أول مرة يتحط في مجتمع فيه أطفال كتيرة بيروح كل يوم. ممكن يبقى في حد عنده عدوى أو أمراض معدية تعمل له مشاكل، وبالتالي مهم جدا جدا إن احنا نخلي بالنا ونحضر الطفل كويس قبل نزول الحضانة، وده الميعاد المناسب الحقيقة. عشان كده أنا قلت نعمل الفيديو. بالنسبة للأطفال اللي واخدة تطعيماتها الأساسية والإضافية زي الروتا والمكورات والجديري والكبدي دول متحضرين بنسبة 80 ل 90%. كل اللي هيضاف ليهم هو تطعيم الإنفلونزا الموسمية الفيروسية السنوية، والحقيقة هو التطعيم بدأ ينزل خلال الأسبوعين دول إن شاء الله هيكون موجود. تطعيم الإنفلونزا الفيروسية هو تطعيم سنوي بياخده كل الأطفال، مهم جدا جدا جدا، بيجيب نتائج هايلة مع الإنفلونزا ومع نزلات البرد. والتطعيم بالنسبه للاطفال هو السنين اللي فاتت كان التطعيم الرباعي، وكان ده بيتاخد لكل الناس من 6 شهور لحد ما لا نهايه، جرعه كامله نص سنتي. كان زمان بيبقى نص جرعه وحاجات زي كده، دلوقتي بقى لنا سنتين، واعتقد السنه دي التترا اللي نازل برضه هيبقى نفس التعليمات اللي هي نص سنتي حقنه كامله لمده من 6 شهور فيما فوق، اقل من 6 شهور لا، وملوش رقم معين بالنسبه للسن الكبير. طيب هي بس كان في ملحوظه شويه لتطعيم الانفلونزا، ان احنا اذا الطفل اقل من 9 سنوات، يعني طفل اول مره بياخده اقل من 9 سنوات هياخد جرعتين. اي طفل خده قبل كده ايا كان سنه هياخد جرعه واحده. اي طفل فوق 9 سنوات هياخد جرعه واحده. ده بالنسبه لتطعيم الانفلونزا. يبقى تحضير الاطفال للحضانه، واحد، تطعيم الانفلونزا مهم جدا جدا جدا. للاطفال المطعمه تطعيمات اضافيه كامله ومخلصاها قبل ما تروح الحضانه، لان احنا بنتكلم في سنتين ثلاثه يعني اخذ الجديري والكبد طيب النقطه الثانيه بقى المهمه، اللي هنلاقي اغلبيه الناس ما خدش تطعيمات اضافيه وخد تطعيمات الاساسيه فقط، ما خدش روتا وما خدش مكورات وما خدش جديري وما خدش كبدي وما خدش حمى شوكيه. هنا تاتي النقطه بقى المهمه جدا 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 للناس اللي زي كده، لان دي اللي بتلخبطهم شويه. كل المطلوب من حضرتك ان انت قبل ما تخش تدخله الحضانه تشوف تطعيم الانفلونزا الفيروسيه لسه كنا بنشرحه هتديهوله، ثم تنسق بقى في تطعيم المكورات. تطعيم المكورات في الاطفال اللي هم فوق السنه والسنتين ممكن ياخد جرعه واحده لحد 5 سنين، وفي انواع بتتاخد فوق السنتين قويه جدا وكويسه وبتجيب نتائج هايله تحافظ على الطفل من نزلات الشعبيه والالتهاب الرئوي المتكرر. ده بالنسبه للمكورات. بالنسبه للجديري اي طفل فوق سنه المفروض ان هو بياخده، لو كان واخد، لو مش واخده هياخد تطعيم الجديري. وخلي بالكم ان السنه دي كان اكتر من مره كان في بعض الانتشار ليه، لدرجه ان في ناس ثانويه عامه وناس اثناء الامتحانات حصل لهم مشاكل. بدري ناخده ونخلص منه هيكون مؤثر جدا وممتاز. ده بالنسبه للجديري المائي. الجديري المائي بيتاخد جرعتين، اقل مده منهم ممكن لحد 6 شهور ما فيش مشكله، ومفتوح بعد كده لحد سنتين ثلاثه ما فيش مشكله. الكبدي الف من التطعيمات المهمه اللي بتيجي من التلوث، وبرده من التطعيمات اللي قد تكون اضافيه بس مهمه. والحمى الشوكيه، لان الحمى الشوكيه اللي هو رباعي مقترن اللي موجود حاليا اقوى كتير جدا من اللي بيدوه في المدارس بعد كده، او لانه بياخد مدى طويل اكتر شويه. يبقى عشان ما نتوهش من بعض، انا ابني داخل الحضانه هعمل له ايه؟ واحد، هديله تطعيم الانفلونزا الموسميه. اثنين، لو ما كانش اخد مكورات هديله المكورات. ثلاثه، الجديري المائي التشيكن بوكس مهم جدا جدا هديهوله. ايه؟ الهيباتيتس ايه. طيب هعمل ده ازاي ومش فاهم او كذا؟ هروح المصل واللقاح اقعد معاهم هينظموا لي الامور، هروح لدكتور الاطفال بتاعي هيكتب لي جدول وينظم لي الامور، وهكذا. يعني هيبتدي يتعمل له جدول يعوض الكلام، بحيث ان انت خلال سنه سنتين من الحضانه تكون خلصت التطعيمات دي كلها. بعد كده هتبقى الامور افضل كتير. ده بالنسبه للتطعيمات. بالنسبه لتحضير الحضانه من الحاجات المهمه جدا 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 الجرعه المكثفه في فيتامين ا، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع فيتامين ا موجود معانا على الفيديوهات اللي موجوده. فيتامين ا الجرعه المكثفه بتغطي 6 شهور ممتازه جدا في منع الامراض التنفسيه والنزلات الشعبيه في فتره الحضانه والمدارس. يليها بالظبط موضوع الحديد والانيميا، لان اللي عنده انيميا نقص الحديد بيجي له كتير جدا عدوات متكرره وانفكشن كتير قوي. فمهم قوي قبل ابني ما يخش اعمله سي بي سي صوره دم كامله، ولو كان عنده انيميا اعالج الانيميا. يبقى اديله جرعه مكثفه في فيتامين ا. اعالج الانيميا بندي جرعه برده من الزنك، لان الزنك بيحيث يرفع المناعه كويس جدا 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 جدا. يبقى انت محتاج ان انت تشوف تطعيماته، لو هو واخد تطعيماته الاساسيه والاضافيه هتزود تطعيم الانفلونزا. لو هو واخد تطعيماته الاساسيه فقط وما اديتش تطعيمات اضافيه هتشوف الانفلونزا والمكورات والجديري والكبدي والحمى الشوكيه هيتنسقوا، ودكتور الاطفال بتاعك يقدر يظبط لك مواعيدهم هتاخدهم بطريقه متسلسله ازاي.
بعد كده في الفيتامين A وفي الحديد وفي الزنك، الثلاث عناصر دول مهمين جدا 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 جدا. وفي ناس بتعمل كورس برونكو فاكسوم اللي هو بياخد 3 شهور ومن كل شهر 10 ايام، عباره عن اكياس او كبسولات، وده من الحاجات الكويسه قوي برضه في مناعه الجهاز التنفسي. والحقيقه المفروض ان احنا نبتدي اليومين دول، عشان كده انا عملت الفيديو اليومين دول. احنا بنتكلم في شهر 8 هيبقى معانا 8 و9 و10، يبقى انا في الثلاث شهور دول قدرت ادي التطعيمات، قدرت ارفع المناعه، قدرت اظبطه. ومع ذلك هيروح في اول سنه من عمره كل اسبوعين 3 او كل اسبوع هيعيا ويسخن ويجي لك اللهم احنا بنعمل ده ليه؟ احنا بنعمل ده علشان ما يخشش فيه مضاعفات ومشاكل. هو اول مره جهازه المناعي وجهازه وجسمه يتعرض للميكروبات دي، اول مره يشوفها، فلازم هياخد جزء من المواجهه. بس المواجهه دي هتكون دايما لصالحه طالما عملت الحاجات دي، لكن ما فيش حاجه هتمنعها. يعني هو هيتعرض للمؤثرات دي بس مش هتعمل له مشاكل. تمام. طب اللي مش واخد، لا ده هيبتدي بقى يخش في مشاكل، ونخش بقى زي كل سنه. ما تنسوش في شهر 11 وفي شهر 12 عنايه مركزه اطفال مليانه التهاب رئوي بعد الشهر، ربنا يعافيهم جميعا. بس هو ده اللي بيحصل. فاحنا بدري اهو بنقول، ونهايه الصيف فاضل فيه شهر ولا حاجه وشهرين وهيبقى فيه مدارس، شهرين وهيبقى فيه تجمعات. نبتدي من دلوقتي التطعيمات، التغذيه، الفيتامينات، تحليل الحديد والانيميا، وان شاء الله ربنا يعني يشفى عنه. انا مطلوب من حضراتكم بس يعني لايك وشير للفيديو، شير للمنفعه العامه بس، يعني مش مهم اللايك قوي، يعني الشير حتى على الاقل الناس كلها تسمع الفيديو ده، الناس تحاول تنفذ التعليمات اللي فيه. ان شاء الله ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا.